ده كورس انجليزي. هخلص بقى الكتاب ده من اوله لاخره وكده هبقى فلوينت في الانجليش وهتكلم انجليش زي اللبلب. ما بتحسبش كده يا صاحبي. ناس كتيره جدا فاكره انها لما تاخد كورس في الانجليش لمده شهر او شهرين فكده هتبقى كويسه في الانجليش وكمان هتتكلم انجليش فلوينت زي الاجانب، وبكتشف بعد كده بعد ما اخلص الكورس لا انا لسه مش عارف اتكلم انجليزي. وده ليه؟ وده يا صديقي لان الدراسات بتقول ان انت محتاج حوالي 200 ساعه عشان تتحرك من ليفل B1 ل B2. 200 ساعه دراسه. فهل في كورس بيديك في الليفل الواحد 200 ساعه؟ وهل بيركز على المهارات الاربعه من listening والسبيكنج والريدنج والرايتنج؟ تخيل يا صديقي ان انت بتاخد كورس وانت في المجموعه 8 افراد والكورس مدته ساعه ومرتين في الاسبوع، يعني ساعتين في الاسبوع، يعني 8 ساعات في الشهر. يا ترى تفتكر انت بتتكلم قد ايه في الساعه دي؟ هتلاقي نصيبك من المجموعه 5 دقائق بس. فهل ده وقت كفايه عشان تتدرب على مهاره زي مهاره التحدث؟ هل ده كفايه عشان تتدرب على مهاره زي مهاره الليسننج؟ اعتقد لا. طب الحل ايه يا عم اسلام؟ الحل ان انت تخلي الانجليزي بتاعك لايف ستايل، اسلوب حياه. يعني ايه؟ يعني اعمل لك خطه عظمه عباره عن ساعه يوميا، ساعه يوميا من البيت بدون كورسات بدون فلوس وكل المصادر مجانيه 100%. والخطه دي بتركز على مهارات اللغه الاربعه من listening وسبيكن وريدن ورايتن. لو مشيت عليها واتبعتها باذن الله هتبقى فلوينت في الانجليش خلال 3 شهور بس. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على ايزي انجلش. من غير رغي كتير خلينا ندخل في الموضوع على طول. الخطه بتاعتنا يا جماعه هنقسمها ل 10 دقائق ليسننج، 10 دقائق كلمات، 10 دقائق جرامر، و10 دقائق رايتنج، و10 دقائق سبيكنج، واخر 10 دقائق هنعمل براكتس للانجلش بتاعنا مع شخص من خلال الابس اللي انا هقترحها عليكم. اول حاجه الليسننج. هنسمع من فين؟ عشان اوفر عليك يا صديقي عناء ان انت تدور على موقع احترافي، لانه في ملايين الويب سايتس اللي فيها ليسننج. فانت لو مستواك مبتدئ فالموقع ده ESL Lab، الموقع ده ممتاز ليك. طب تعالى بقى اقول لك بشكل عملي بنستخدمه ازاي. ادي الموقع، تدخل من هنا وبعدين هتجيب من هنا المستويات، هتلاقي ايزي، انترميديت، ديفيكولت. طبعا هنختار ايزي لان احنا مبتدئ، فهيجيب لك بقى الموضوعات، هتختار الموضوع من هنا. الموقع ده رائع. اول حاجه فيه بري ليسننج، يعني قبل الاستماع كده بيسالك سؤال وبعد كده لو في ايديوم او حاجه صعبه بيشرحها لك، وبعد كده الميزه الرائعه ان انت ممكن تشوف السكريبت. هتدوس هنا هتشوف السكريبت فهتسمع وفي نفس الوقت هتشوف الكلام اللي بيتقال قدامك على الشاشه. وميزه الاوديو انه دقيقه واحده بس. طبعا بعد ما تسمع لو قابلتك اي كلمه صعبه هتعرفها. بعد كده في اكسرسايز على اللي انت سمعته. اعتقد مفيش حاجه اسهل من كده، والموقع ده مجاني 100%. ايه تاني؟ اما صاحبي اللي مستواك متقدم فالموقع ده رائع. تيد توكس ده من اشهر المواقع ومن احسن المواقع اللي ممكن تسمع منها انجلش. هتدخل من هنا ديسكفر، هتلاقي كل الموضوعات اللي انت محتاجها. انا مثلا اختار فاينانس فهجي الفيديو من هنا. واجمل ما في الويب سايت ده انه الكلام اللي بيتقال انت ممكن تشوف السكريبت بتاعه. مش بس كده، ده انت كمان ممكن تضغط على الجمله فيعيد لك من نفس الجمله اللي انت ضغطت عليها. اعتقد مفيش حاجه اسهل من كده. طيب هندرب بقى ازاي؟ هتسمع وطبعا قدامك السكريبت وبعدين تعمل لها شادوين. شادوين يعني ايه؟ يعني هتحاول تقول بنفس الطريقه اللي هو قال بيها. فخلينا نجرب كده. The United Nations estimates that we will need something in the order of $3 to $4 trillion per year. The United Nations estimates that they will need something in the order of $3 to $4 trillion per year. لو قابلتك كلمة صعبة فالكابي بوك الجميل بتاعك وتكتبها وكمان تكتب عليها سنتنس. ايه تاني؟ ال10 دقائق التانية يا صديقي هنتعلم كلمات. كلمات هي الاساس اللي بتتبني عليه اللغه. ببساطه كده لو مفيش كلمات مش هتعرف تعبر عن اي حاجه. طيب هنتعلم بقى الكلمات من فين يا عم اسلام؟ لو انت مستواك مبتدئ فانا ارجح لك كتاب Vocabulary in Use. الكتاب ده كتاب رائع جدا ومتقسم موضوعات وكل الموضوعات فيه الكلمات المهمه اللي خاصه بالموضوع ده. اما بقى لو مستواك متوسط فانا برجح لك كتاب اهم 4000 كلمه في الانجليزي، والكتاب ده صورته اهي وهتلاقي له PDF وهتلاقيه منتشر على النت او ممكن تشتريه. ولكن يا جماعه وركز معايا في الحته دي عشان دي مهمه جدا. ولكن يا جماعه مش هنتعلم الكتاب. ليه بقى؟ لانه زمان يا جماعه ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه اوديوز، فالناس كانوا بيتعلموا من الكتاب. كانوا يجيبوا الكتاب زي كده ويفتحوا الدرس ويتعلموا بالكتاب، يتعلموا بعينيهم مش بودنهم. والعالم تطور والدنيا تطورت وبقى فيه انترنت، ولكن طريقه التعليم من الكتاب فضلت زي ما هي، ودي طريقه خطا جدا مش عايزينها. ليه بقى؟ لان انت صغير لما كان عندك سنتين محدش جاب لك كتاب وقال لك اقرا، لا انت سمعت باباك ومامتك بيقولوا الاف الكلمات وبعدين بدات تحاكيهم، ودي الطريقه اللي احنا هنتبعها. هنتعلم بودننا مش بعينينا، ولكن هنستفيد من الكتاب من الخطه اللي هو عاملها. هناخد الخطه الكلمات اللي هو مديها لنا واحنا هنتعلم عن طريق الاذن مش عن طريق العين. ازاي يا عم اسلام؟ هتاخد الكلمه وتدخلها على موقع يوجلش وتسمعها. اسمع كده. laboratory, laboratory,
The laboratory. The laboratory. The laboratory. The laboratory. The laboratory. The laboratory. وبعدين تاخد الكلمة في جملة بسيطة زي الجملة دي. اسمع كده. Wonderful laboratory. Wonderful laboratory. Ollie, we have a wonderful laboratory. Ollie, we have a wonderful laboratory. Ollie, we have a wonderful laboratory too. Ollie, we have a wonderful laboratory too. You come into the laboratory. You come into the laboratory. انت كده اتعلمت الكلمة صح، عرفت تنطقها صح، عرفت تستخدمها صح، وتعلمت بودنك مش بعينك. ودي الطريقة اللي المفروض تتعلم بيها، لان الطريقة القديمة دي طريقة عاف عليها الزمن، العالم كله رماها في الزبالة، محدش بيستخدمها للأسف، لانها ببساطة مش هتعلمك انجليزي. ايه تاني؟ ال10 دقايق اللي بعد كده يا صاحبي هنتعلم جرامر. انا عارف ان الجرامر بيمثل عقده ناس كتير جدا، لكن صدقني انت مش هتعرف تهرب من الجرامر. لو انت هتتكلم هتحتاج الجرامر، لو انت هتكتب باراجراف او ايساي او وات ايفر برضه هتحتاج الجرامر. فلازم نتعلم. هنتعلم فين يا عم اسلام؟ عندك سلسله ممتازه اسمها جرامر ان يوز، والسلسله دي فيها خطه، فيها كل الدروس المفروض تتعلمها من الالف للياء. طيب نفرض انه في درس انا مش فاهمه، اعرفه من فين؟ تدخل على اليوتيوب تكتب اسم الدرس، تشوف الشرح بالعربي، وبعدين ترجع للدرس. وميزه سلسله الكتب دي يا جماعه انه كل درس عليه اسئله، والاسئله ليها اجابه في نهايه الكتاب، فانت هتفهم الدرس، تحل الاسئله، ولو عندك اجابات عايز تشيك عليها ممكن تشيك عليها من اخر الكتاب. مهم جدا يا جماعه ندرس الجرامر، واي حد يقول لك اعلمك انجلش من غير الجرامر ده بيضحك عليك. مفيش حاجه اسمها كده اصلا، لان الجرامر ده اساسي انك تتكلم اللغه بشكل صحيح. ايه تاني؟ ال10 دقايق بعد كده يا صديقي هتدرب على الرايتنج، ودي مقدمه للسبيكنج. يعني ايه؟ يعني هتدخل على الموقع ده itasalj.org، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، واسمه هيظهر قدامك على السكرين. الموقع ده حرفيا كنز. ليه بقى؟ لانه فيه اسئله عن ملايين الموضوعات. فهتدخل على الموقع، انا اختار اول موضوع مثلا فود اند ايتن، فهتلاقي كده ملايين الاسئله عن الفود والايتن، فهتجاوب 10 اسئله. هتجاوب 10 اسئله. انا مش عارف يا عم اسلام اجاباتي دي صح ولا غلط. هتدخل على موقع كول بات، هتدخل اجاباتك، لو في مشكله في الجرامر هيصلحها لك. فانت كده عرفت تتكلم عن الفود لان انت جاوبت 10 اسئله. ايه تاني؟ وال10 دقايق بعد كده صديقي هي عباره عن سبيكنج. هتكلم في ايه؟ هتكلم في الموضوع اللي انت لسه كاتبه. انت لسه مجاوب 10 اسئله عن موضوع الفود والايتن، فانت هتقف قدام المرايه وتجاوب الاسئله دي وتعملهم على شكل موضوع. طلع طب يا عم اسلام انا وقفت قدام المرايه واتكلمت عن الفود، بس انا مش عارف نطق الاجاباتي صح ولا غلط. اقول لك ادخل على الموقع ده translate.google.as، وهو هينطق لك اي جمله انت عايزها. فبالتالي انت بعد مثلا 3 شهور، شهر مثلا فيه 30 يوم، فانت اتكلمت عن 30 موضوع. فخلال ال3 شهور انت اتكلمت عن 90 موضوع. فتخيل بقى يا صديقي ان انت اتدربت في المحادثه انك تتكلم في 90 موضوع مختلف. فبالتالي لما يجي قدامك اي موضوع هتعرف تتكلم عنه بمنتهى السهوله. ليه؟ لان انت اوريدي اتكلمت عليه قبل كده. اي موضوع عايز تتكلم فيه بشكل كويس لازم تكون اتكلمت عليه قبل كده، حتى عندنا في العربي. فانت بالتالي لما تخلص 3 شهور من البراكتس ده او من الخطه دي، هتبقى عندك الابيليتي ان انت تتكلم في 90 موضوع مختلف. اخر خطوه يا صديقي، الخطوه دي بقى الزيتونه بتاعت الموضوع، هي البراكتس. احنا دلوقتي اتعلمنا جرامر، وتعلمنا فوكابيلاري، وتعلمنا بقى توبكس، وتعلمنا رايتنج. عايزين نعمل بقى براكتس الحاجات دي. مهم جدا نعمل براكتس، لان الموضوع مش كله بقى انبوت، عايزين نتدرب على الاوتبوت. عايزين بقى نعمل براكتس الحاجات اللي احنا اتعلمناها. وهنا بقى هتستعين بواحد من الابس دي، انك تلاقي حد تعمل براكتس معاه لمده 10 دقائق، وكده نكون كملنا الساعه. ان شاء الله باذن الله لو انت مشيت على الخطه دي وتبعتها لمده 3 شهور، وبقى عندك الصبر والعزيمه والاصرار ان انت تخلص 3 شهور، عايزك بقى تعمل حاجه، تشوف نفسك بعد اول يوم تريننج كان مستواك عامل ايه، وبعد 3 شهور مستواك عامل ايه. صدقني انت هتفاجئ، هتقول اللي بيتكلم ده مش انا، اللي بيتكلم ده شخص تاني، لان انت حرفيا هتبقى مبهور بمستواك. That's it for today. Hopefully that was helpful and thank you for watching guys. I'll see you next video.